اهلا بيكم. النهارده هنتكلم على موضوع شاغل كتير قوي من الشباب. كتير قوي من الشباب بيخطب البنت وبيقدم لها شبكة، وبعد فترة من الخطوبة بيلاقوا مفيش تفاهم بينهم وبين بعض وبيتفقوا على فسخ الخطبة. بعد ما بيتفقوا على فسخ الخطبة بيرجع يقول لهم ادوني شبكتي، ما بيرضوش يدوله شبكة وبيقولوا له مالكش عندنا حاجة. واحيانا بتكون البنت هي كمان اللي مش عايزاه، ومع ذلك مش راضيين يدوله الشبكة. في الحالة دي هل يستحق او يعني يجوز له ان هو يطالب بالشبكة؟ ايوه، لان المادة 501 من القانون المدني اعتبرت الشبكة زيها زي الهبة، وطالما انه يجوز الرجوع في الهبة يبقى يجوز الرجوع في الشبكة. وبناء عليه يجوز للعريس في حالة عزوفه او عدم اتمامه للخطبة ان هو يسترد الشبكة بتاعته. لكن في بعض الاراء بتقول انه اذا كان الفسخ من قبل الخاطب ولا يد للمخطوبة في ذلك، ان هي في الحالة دي تستحق الشبكة عوضا لها. مش بس كده، احيانا كمان القانون بيديها الحق ان هي تلجأ للقضاء المدني مطالبة بالتعويض اذا كانت اتكلفت تجهيزات معينة او قعدت من شغلها او ما الى ذلك اثناء فترة الخطبة تمهيدا للجواز. يعني اشترت بوتاجاز، ثلاجة، غسالة، بدأت تجيب هدوم، زي ما قلنا سابت شغلها. كل الحاجات دي بيجوز ليها ان هي في الحالة دي تطالب التعويض. طب مين اللي بيحدد اذا كانت تستحق التعويض او لا، او اذا كان العريس يستحق الشبكة او لا؟ بالطبع بيبقى ده رأي محكمة الموضوع، وهي بتحدده بناء على العوامل اللي بتتقدم لها من قبل الطرفين. لكن في اغلب الاوقات محكمة الموضوع في القضاء المدني بتطلب او بتحكم بأحقية العريس في استرداد الشبكة بتاعته. عشان كده لو في مشاكل من النوعيات دي وما ينفعش فيها الود، انا بنصح انه الناس تلجأ للقضاء، علشان القضاء بيرجع الحقوق لاصحابها. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.